مصطفى حجاجي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن تبع هديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدة أنا أم الستة أبناء. والدهم كان ناظر مدرسة، مكافح في الحياة، مريض القلب، ما كانش يقدر يروح المدرسة بتاعته، بس كان الشهيد مصطفى هو اللي كان يوديه المدرسة كل يوم، يوديه المدرسة ويرجع على مدرسته ويرجع يجيبه من المدرسة للبيت. وبعد كده بعد قضاء وجبة الغداء بساعة أو 2 كان يوديه كل المشوار اللي هو يحبه. توفى والدهم سنة 2004. كنت ليهم أم وأب، كملت مشواري في الحياة، وكان مصطفى هو اللي كان بجانبي، هو اللي ساعدني في اخواته، لأن وائل كان في الكلية بتاعته. بفضل الله إن شاء الله كده كرمني ربنا فيهم إني 3 مهندسين ودكتورة، والشهيد الرائد البطل مصطفى، وأخوه الأصغر اللي هو حلمي كان لي 5 سنوات في وفاة والده، وحاليا بالكلية الحربية. مصطفى وصل للسنة الثالثة ثانوي، كان أمله في الحياة يلتحق بالكلية الحربية. ادعي لي يا ماما، كنت أدعي له وأقول يا رب زي ما جبر بخاطري يا رب يجبر بخاطره ويكون من المقبولين. وحصل على المجموع اللي دخله الكلية الحربية، وبفضل الله كده كان السنة الثالثة لي في الكلية. قاعد مع زملاته بيقول لهم أنا والله نفسي في حاجة. قالوا له إيه يا مصطفى؟ أنا نفسي أرد الجميل لماما وأفرحها بيا إني أكون الأول على الدفعة. وفعلا ربنا عشان هو طيب القلب محب لربه ولرسوله، بار والديه، قارئ قرآن، صيام صلاة صوم، ربنا اداله اللي هو متمنيه. كان الأول على الدفعة والمساعد الكلية في الدفعة 103 حربية. طبعا أي أم بتشوف ابنها تخرج بتتمنى له عروسة، فقلت له يا مصطفى إيه رأيك؟ عايزين نختار عروسة. قال لي يا ماما والله أنا نفسي في حجة ليكي. قلت له لا، الأول العروسة، ولو ما كانش العروسة مش هروح الحج. قال لي إن شاء الله كده أنا لو أنا مش لاقي أي وحدة المواصفات اللي أنا عايزها في الدنيا ولا لاقيها في الأرض يا ماما والله، بس عارفة لو فرحي كان هتشوفي المعازيم اللي فيه النص بتاعها عساكر وظباط. وفعلا أنا شفت اللي كان يتكلموا مصطفى، لقيت في استشهاده القوات المسلحة بزفوا العروس السماء هم وأهل البلد. وشفت الحج اللي هو كان بيتمناه لي القوات المسلحة هي اللي ادتوني برضه. ربنا حقق له أمانه لأنه كان طيب القلب. مصطفى جاني في يوم 7 رمضان قال لي يا ماما أنا هجيكي طيران إن شاء الله عشان نفسي كده أخذ لي كام يوم معك. وفعلا لقيته جه. فبقول له ليه كده غيرت المواعيد؟ أنت مش قلت هاجي على العيد يا مصطفى؟ قال لي لا يا ماما كله بأمر ربنا. أخذ معانا الأيام، وقبل ما يسافر بيوم قال لي البس يا حجي عايزين نروح الأقصر نفسحك، عشان ما فيش حد هيفسحك تاني ولا حد بيفسحك غيري. وفعلا والله هو اللي كان بيفسحني، هو اللي كان بيوديني كل مكان عايزة. الحمد لله رب العالمين. ورحنا الأقصر بعد 3 ساعات، وفاجأ أبو مصطفى يضرب على طبلون العربية بقوة. ياه الخونة الغدرة، ايه في يا مصطفى؟ قال لي الشهيد العقيد احمد الدردير استشهد. والله العظيم الدور ان شاء الله عليا وانا اللي هجيب حقه. بقول له ايه بتقول يا مصطفى؟ قال لي ما بقولش حاجه يا ماما، خلاص يلا بينا هنروح. فعلا روحنا. مصطفى ان شاء الله كده ربنا
عملوا انه يسافر الاسماعيليه اللي هو شغله. والله وقبل ما يمشي لقيته كاتب على الباب: كل سنه وانت طيبه يا ماما يا حبيبه. سافر مصطفى للاسماعيليه وطلب من احد القائد ان انا هروح اجيب حق الشهيد احمد الدرديري، انا ابن بلدي وانا اللي هجيب حقه بنفسي ومحدش هيكون احق لي الحق فيه. قبل ما يسافر سينا اتصل بجوز اخته وبعض الناس من البلد: انا عاد معليش انا رايح سينا، بس ده املي في الحياه ونفسي انول الشهاده زي كل اللي ناله، ومش اللي نالوها احسن مني. وفعلا راح سينا مصطفى قبل ما يستشهد، قتل كميه كبيره من الارهابيين الغادرين واخذ حقه واخذ حق الشهيد احمد الدردير قبل استشهاده. انا كده باذن الله كده ليله العيد راح اتصل بيا: يا ماما يا عامله كويسه كل سنه وانت طيبه. قلت له: انت طيب يا مصطفى؟ قال لي: اصلا انا يا ماما اجلت اجازتي ان شاء الله كده ليوم الخميس الجاي ان شاء الله، يعني كم يوم وهجيكي ما تخافيش. قلت له: ان شاء الله وبامر الله. وفعلا كده تاني يوم العيد باذن الله كده كان مصطفى استشهد على الساعه 4، بس انا ما سمعتش بانه استشهد الا لما كده على الساعه كده 8 أو 7 أو 8 وفاجأ بأهل البلد داخلين البيت عندي: ايه في يا جماعة؟ أول كلمة قلتها إن مصطفى استشهد. قالوا لي: لا ده يا بيقول مصاب. قلت لهم: لا ده